وصل الامارات. اللب وصل الامارات. عليا الطلاق بالثلاثه. كانوا اصحابي يكونوا جايين من مصر على الامارات يقولوا لي عاوز ايه؟ اقول لهم عاوز لب، عاوز حب سوري، عاوز حب سوبر. لحد ما جالي تليفون من عجمان من روضه 2. الو استاذ يوسف، الحق اللب المصري وصل الامارات وبيتحمص جوه عشان يطلع لك فريش. يعني كمان مش بيجيبوه جاهز، الجوده والطعم والملح كل حاجه مظبوطه. وتعالى وشوف معايا. وهنا اللب بيجي من مصر وبيتحمص جوه. ودي المحمصه اللي في عجمان اللي بيجي اللب من مصر وبيتحمص جواها. شغل فاخر على الاخر وكل حاجه بالميزان. ونبدا باللب السوبر. اللب السوبر يا جماعه اللي جاي من مصر وتحمص ان هو التحميصه بتاعته والملح بتاعه على الميزان. في ناس كتيره جدا مدمنه اللب الخشب، بس انا مدمن اللب السوري. اما بالنسبه للمكسرات عندهم امريكي بس معمول بالخلطه المصريه. بص المنظر عامل ازاي، قرب عليا، خش عليا خش عليا. تحفه. كاجو فيتنامي جامبو، وجنبه على اللي جنبه اللي ما دقش الكاجو دوت. بصوا يا جماعه الكاجو الحبايه الكبيره وطعمها في الخلطه المصريه تحفه. في مصر بيقولوا عليها عين جمل، في الامارات بيقولوا عليها جوز، بس وحياه عيونكم الجوز يا جدعان قسما بالله فعلا طعمها جامد جدا. اتس فيري كرانشي يعني. قاعد في الامارات لوحدك، سل غربتك بالمقرمشات المصريه اللي انا جايبها لك ديت. بصراحه ممكن تكون احسن من ناس كتيره جدا في حياتنا. عيالك معاك في الامارات، جيت تاخد لب، فكر في عيالك. جايب لك حلويات كاندي اسباني طعمها جامد. عنوان محمصه اللب السكندري في عجمان الروضه 2. ارقام التليفونات تحت في الديسكريبشن. وخد لبك وخد سناكاتك وخد حاجاتك ودلع نفسك وروق دماغك. سلام.